توسع صحبته، تقولش خدري شهقته كل الهلع والخوف، ولا الملايكة واقفة جنبينا صفوف وصفوف، صوت الرصاص بيقول قصاص، وتقولت لي دية قتيل وخلاص تبقى أكيد خلاص. بإيمان ورجاء وأماني أنا جاي وبدعي لأوطاني، بارك أولادها وأهاليها، بارك شوارعها وحواريها، املا بسلامك أراضيها للأبد. بطلب أفضل لبلادي، كون أنت الحارس والباني، بركة فرضية ودياني، خيرك هيشوفوا الشيخ والولد. سلام وخير حرية وحدة للمصري، يسمعنا وعوض مضمونة، حرية وحماية وسلام. سلام لشعب المصري كل مكان، سلام سلام لشعب المصري كل مكان. النائب العام يقرر نقل مايكل نبيل إلى مستشفى مزرعة ترى. مايكل نبيل أظن أوقف الإضراب عن الطعام، أقنعوا السادة المحامين. الأستاذ أمير سالم المحامي أقنع مايكل أنه يعني يتوقف عن إضراب عن الطعام، وتم نقله إلى مستشفى مزرعة ترى. طب بما اننا بنتكلم على المستشفيات يا جماعه، في خبر بكره ونشوف ايه اللي بيحصل. اللجنه الطبيه ترفض نقل مبارك لترى قبل جلسه اليوم، والتقرير بيقول قلب المخلوع سيتوقف في حاله عدم اسعافه. تستكمل صباح اليوم جلسات المحكمة. رئيس المخلوع وزير الداخلية الأسبق عدلي ومساعديه الشلة يعني بتاع في أحداث المتهمين فيها في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل، فيما أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق باستمرار وضع المتهم بالمركز الطبي العالمي وعدم نقله خارج المستشفى لما يهدد حياته من خطر. لو اتنقل خارج المستشفى حياته هتبقى في خطر، وإصابته بجلطة دماغية وقلبية في حالة نقله من المستشفى العالمي ده. الله، امال بيروح المحكمة ازاي؟ ما بيودوه. لا بيروح المحكمة ليه؟ يعني مين اللي بيتنبأ؟ لا هو بيروح المحكمة ليه؟ مش ازاي؟ ده بيقول لك هو بيروح المحكمة ليه؟ يعني بيقول لك هيصاب بجلطة دماغية وايه يا دكتور؟ انت استاذنا الدكتور. ايوه. بيقول لك سيصاب بجلطة دماغية وقلبية في حالة نقله. او قلبية. هو حالة الارتجاف الأذيني. لا مش وقلبية. حالة الارتجاف الأذيني بيحدث فيها انه يعني انا هقولها زي ما بدرسها يعني عشان بس قبل ما حضرتك تقولها لنا بقيت الجملة بقى. في حالة نقله، وأيضا لعدم تجهيز مستشفى سجن ترى بما لا يسمح بنقل الرئيس المخلوع إليه، لكنه يسمح بنقل مايكل نبيل إليه بما إن ده بني آدم وده من الصور.
اتفضل يا دكتور. احنا عايزين مصابي الثوره على الاقل ينالوا نفس الرعايه الصحيه. لا ما يودوهم على الاقل ما فيها. اقل ما فيها يعني احنا حتى نحط يشوف كده حطوا خانه اللي بيصرف العلاج فاتوره العلاج هنا كلها بتاعه المركز الطبي وكل بتوع طرق عايزين على الاقل زيها تبقى للمصابي الثوره. بعدين سبحان مايكل نبيل ما حدش بيبعت يعالجه من الكويت. هو النهارده ليه بيروح المحكمه اصلا؟ ايوه اصلا انا عايز الراجل ده يتحكم عليه، مش عايز اشوفه في القفص. هو انا اقول لك ليه بيروح المحكمه؟ لا قبل ما تقولي لازم نسمع الحاله لا يكون فعلا بيروحوا المحكمه عشان العالم يتعاطف معاه. ده جزء من مخطط. انا ما يلزمنيش. انا يلزمني راجل رئيس جمهوريه قتل آلاف بأمر لوزير داخليه. ما ينفعش وزير داخليه يضرب نار من غير الامر من الراجل ده. فالعمليه بسيطه، ما تجيبوليش ضباط وما تجيبوليش رصاصه مين جت في مين فيطلع براءه. في امر من رئيس جمهوريه لوزير الداخليه ولا لا؟ لو يبقى الاثنين اعدام. انتهينا على كده اهو. نرجع بقى لحاله استحاله نقله لانه لا يعني شوفي اللجنه الطبيه رأت ما لم اره، لكن انا هتكلم على الكلام العمومي عشان بالمره الناس يعرفوا الارتجاف الاذيني. احنا لو تصورنا ان القلب ده بيدق بطريقه رزميه يعني بطريقه منتظمه الاي اف او الارتجاف الاذيني ده بيخلي المنتظمه دي اللي بين كل واحده والثانيه مسافه منضبطه، بتيجي واحده اطول شويه واحده اقصر شويه. فيبقى الضرب عامل ازاي؟ ده انا بحكي لحضرتك زي ما بدرس بقى المدارس الصغيرين يعني انه فالأ دي الضربه اللي طولت دي شويه بيحصل معاها ان فيه دم، وان الدم ده بيركن في المكان ده، فالمكان اللي يبقى فيه ركن يبقى فيه قابليه للتأسن زي اي حاجه تقبل التأسن. اي حاجه وهو بيضرب الضربه اللي بعدها وفي حاجه تأسنت يعني اصبحت ثرومبوز، حاجه متخثره يعني بقت زي الزبادي كده ما بقتش زي اللبن. اي ضربه طلعت مشيت في شريان راحت للمخ تعمل. طب ما هو مش كان عنده بيقول لك الاذيني ده والضربه دي كانت بقى لها سنين طويله قوي. وكان بيقف وبيقول خطب وبيروح يقعد في شرم الشيخ وبيركب طيارات ما كانش بيجرى له حاجه. كويس. الاستعراض ده هو مسؤول عن نفسه. لكن اذا انت رميتي المسؤوليه في عنق الاطباء لازم يقولوا كده. لانه هو يستعرض انه يشيل حديد يلعب سكواش مسؤول عن نفسه لكن هو دلوقتي امانه لكن دلوقتي امانه في يد النيابه العامه. فالنيابه العامه بمسؤوليتها كده. هو مايكل نبيل ده مش امانه بقى؟ ما هو ده السؤال. انا ما كنتش عايز اسمع الكلام اللي اتقال ده قبل ما اقول اللي انا اقوله. بس احترمت الاخوه انه يقولوا الاول. انا عندي الاهم من انه ما يروحش المحكمه، والاهم من حكايه طرق، الاهم من ده انه انا خلاص اتضح لي انه السجن الرئيسي عندي للمحبوس ما فيهوش مستشفى. اعمل له مستشفى اهله عشان انا لما اروح فيه. ما هو احنا مصيرنا هنروح فلازم يعني لازم الاحساس الانساني. عشان كده الثوره مستمره. أيوة. ما هو مصيرنا نروح فلازم من الان نقول تاهيل يعني ان شاء الله حتى تعملوا جمعيه. لو وقفت الثوره اللي هتروح وهروح. ايوه طبعا بقول لك. وهيقول لك في مستشفى بقى وتعالى تعالى على السرير ابو حديد. هو اللي هيعالج يعني انا هيبقى مريض ويعالج. يعني انا دلوقتي يبقى اذا ده يقودنا الى انه السجن اللي احنا بنحط فيه ده هيخلونا انا اللي اعالجه عشان يموت مش هيخلوه. فاذا ليه سجن مزرعه ترى ده ما يؤهلش من الان للحالات اللي زي دي من 8 اشهر؟ ليه ما يؤهلش من 8 اشهر؟ انت هتقول لي هو هيتاهل بايه؟ يؤهل المصابين زي ما استاذ عبد الحكيم عبد الناصر قال انه المصابين بتوعنا بقى نحطهم في المستشفى العالمي ده. بالظبط. يعني الاول ان انا بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه يعني يعني مثلا في ناس كتير في مصر قعدوا في التحرير يا عيني. مش في مصر ناس كتير. اسمحوا لي بس ان انا في مصر ناس كتير بتفتكر ان لازم نخترع العجله من اول وجديد. في وزاره الشؤون الاجتماعيه لما انشئت سنه 39 من ضمن قانون انشائها بينص على الادارات الاتيه. الاداره لرعايه اسر المسجونين في جنايات وفي قضايا المخدرات. انت خلاص الراجل في قضايا المخدرات وصدر عليه حكم وخلاص داخل السجن.
لازم يبقى في عندك انت بقى روح الربوبيه اللي كنا بنقول عليها من شويه، ان انت تحمي اولاده من انهم يبقوا زيه، فتحميهم بان يبقى في اداره ترعاهم وتقدم لهم الرعايه، مش بس بقى الرعايه الماديه وان تديهم معاش بدل اللي كان بيكسبوا من الحرام تديهم فلوس بالحلال، وانما تراعاهم الرعايه الموجهه. الناس اللي هم بيروحوا المصحات، شوفي برضو دي كان زمان الدرن يروحوا يقعدوا مده طويله في مستشفى، ففي اداره في وزاره الشؤون الاجتماعيه منذ انشات في 39 لاداره اللي هم مرضى الدرن لانهم مرضى مزمنين وهكذا. فلا بد ان احنا نبقى عارفين ان دي من واجبنا، يعني ما نقدرش نبني دوله كويسه ولا دوله بعد الثوره من غير ما نجهز سجن، اولا اتصرفوا مزرعه ذره بمستشفى 5 مليون ولا 6 مليون اتصرفت لغايه دلوقتي، كانوا عملوا بيها مستشفى ولا صلحوا بيها اسبوعين 2 يعملوا اوضه عنايه مركزه يا دكتور. لا نعملها في 6 ساعات. ما انا بقول لك لا نخليها اسبوعين عشان في معدات مش موجوده هنجيبها من المانيا، وفي معدات مش موجوده هنجيبها من امريكا. عارفينها. انا بقول اسبوعين، احنا بقى لنا 8 اشهر. طيب. يا جماعه يا جماعه ربنا يديله الثوره ليه الصحه مستمره؟ عشان نشوف نهايه. لازم الفصل ينتهي، لازم الثوار لازم الناس اللي ماتت ديت وضحت نشوف باساميها ميادين. لازم نحس ان الثوره فعلا نجحت. الثوره مش هتنجح طول ما احنا في المماطلات، لازم الشباب يحكم، مش ممكن. لازم الشباب يحكم. انا اقول لكم في حاجه، مين ابو الصناعه في مصر؟ دكتور عزيز صدقي. دكتور عزيز صدقي لما ابتدى يأسس وزاره الصناعه كان شاب متخرج من جامعة هارفارد في الصناعة، كان عمره 34 سنة. كانوا شباب كلهم. عزيز صدقي كان شاب، الدكتور مصطفى خليل كان شاب. عبد الناصر كان عنده كام سنة لما رئيس؟ 34 سنة؟ لا 56 لما انتخب كان عنده 38 سنة. 38 أنا بتقول على اللي عندك مصطفى خليل كان شاب وكان دكتوراه من جامعة إلينوي، عندك القيسوني كان شاب ودكتوراه من لندن سكول اوف ايكونومكس، سيد مرعي، كانوا كل دول شباب. الحبيب المصطفى كان عنده 40 سنة. ايوه. اكتر دولة محافظين في الدنيا مش انجلترا؟ رئيس وزارة انجلترا من حكومة المحافظين ديفيد كاميرون عنده كام سنة؟ عنده 40 سنة. عايزين الشباب يا جماعة، هو يا سيدي خش على اوباما، على الشباب. لا وخش بقى على الاحزاب اللي ما نزلتش يوم 25 يناير ولا 26 ولا 27 ولا 28، والشباب بتاعهم اللي نزل ولا حزب منهم اخذ شبابهم، لا الاخوان اخذت شبابها ولا السلفيين اخذوا شبابهم ولا النصريين ولا الوفديين، كله ساب شبابه. اتلموا فين؟ في الثوره مستمر. ليه؟ لان الشباب ده مسك على مبادئ معينه. عيش، حريه، عداله اجتماعيه. لما نوصل للكلام ده طب عايزين نسمع يبقى الشباب. نشتغل. عايزين نسمع خالد. خالد، يعني في اختلاف على دور التيار الإسلامي في السياسة ودخوله بكل هذا الزخم في العمل السياسي. بعد ما كانوا فترة طويلة جدا كان مثلا الإخوان المسلمين في مرحلة الدعوة ولم يكن لهم أي تواجد سياسي، لأن كان الوضع السياسي في البلد لا يسمح ليهم. الدعوة السلفية، أنا عارفة أن أنت لازم تفرق لي بين الدعوة السلفية والفكر السلفي. الدعوة السلفية ما كانوش، لأن نصهم كان في السجن والنص الثاني كان بيخاف، يا إما كان بيتحقق معاه يا إما بيروح هو بخطره. إنما الخطوة الأولانية نفهم شباب الفكر السلفي ايه اللي بيختلف عن الدعوة السلفية، وايه اللي هتقدروا تنفذوه على أرض الواقع في مرحلة الانتخابات القادمة دي. اتفضل. تمام. هو الفكر السلفي في حاجه اسمها سلفيه كوستا ومش ما الفكر السلفي دوت، يعني ممكن الاول نأصله كده بطريقه علميه. هو لغه، يعني السلف لغه سابق. يعني مثلا بالنسبه للموضوع السالف ذكره، يعني الموضوع السابق ذكره، وبتستخدم بمعنى جيل، وهو هذا الخلف من ذاك السلف. يعني مثلا لو انا ووالدي جنب بعض يقولوا هذا الخلف من ذاك السلف. لا هذا الشبل من ذاك الاسد. لا معلش، هذا الخلف من هذا السلف برضه. فاصطلاحا هي جيل. السلف الصالح معناها هو الجيل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإمام هذا إمام القرون وإمام هذه الدعوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة اللي هم رأوه أسلموا وماتوا على الإسلام، ثم التابعين واللي هم ما شافوش النبي ولكن شافوا الصحابة، ثم تابعي التابعين واللي هم اللي شافوا التابعين.
النقطة ان الفكر السلفي دوت ما احنا كلنا كده بنتبع السلف يبقى كده الصالح. كلنا بنتبع التيار السلفي او الفكر السلفي سني يعني. لان احنا سنيين سنة يعني. ولكن في بقى يعني في بعض المشايخ ليهم شباب وليهم تلامذه وليهم طلاب، فابتدى يتجمع مثلا الطلاب دول قبل الثوره ما كانش في يعني ما كانش شايفين ان في تغيير، يعني كان كل الاحزاب داخله عارفه ان هي هتبقى معارضه مش هتاخد حكم، زائد ان كان الدستور القديم كان يعني بيمنح ان هم لو هم اختاروا رئيس الدوله من الداخل، هو كان ساعتها مش اقتراع مباشر، هو كان اقتراع داخلي داخل البرلمان، فما كانش فيه ولا حزب كان ممكن يخش ان هو هيرشح رئيس او هيبقى ليه اغلبيه او حتى معارضه قويه يعني. فكان يعني شايفين الوضع ان هو ما هخش ليه. وكان في نقطه الخروج برضو على الحاكم، الناس فاكره ان انت كانت عطا يعني بيتهيألي يعني نقطه الخروج عن الحاكم ديت نقطه مهمه جدا لازم نحطها امامنا. ان الفكر الوهابي ما عندوش الخروج على الحاكم، الفكر الوهابي عنده ان الحاكم هو سيب الراجل لا يعني انا بس عايز اوصل النقطه ان نقطه الخروج على الحاكم ليها ضوابط. لان انت يا خالد الاول قلت هتفرق بين الدعوه السلفيه والفكر السلفي، تفرق بس عشان ما تنساش. هي موطنها اسكندريه، لان مشايخ اسكندريه قالوا احنا متبنيين الدعوه السلفيه، ويعتبر اكبر تيار سلفي موجود يعتبر في محافظه الاسكندريه، وهو اللي دعا لانشاء حزب النور، وقيادات الحزب يعتبروا من مشايخ اسكندريه. اللي هي تتمثل في ياسر برهامي مثلا، تقول لنا الامثله. طبيعي يعني معروفين طبعا بالاسم الدكتور ياسر برهامي والدكتور عبد المنعم الشحات وما الى ذلك من المشايخ. باشمهندس عبد المنعم الشحات. فالطلبه والتلامذه في دعوه سموا بعد كده يعني ابتدوا ياخدوا مسار بعد الثوره، مسار المؤسسي شويه، عملوا الجمعيه السلفيه وعملوا الحزب النور. زي ما قلنا ان الفكر دي الدعوه السلفيه. دي الدعوه السلفيه. الفكر السلفي اشمل بقى. كلنا سلفيين. يعني بطبيعه الحال كلنا سلفيين. يعني مرجعيتنا للسلف الصالح. صحيح. كنا بنقول ايه تاني؟ كنت حضرتك سألاني على سلفي وكوستا بقى. ده برضو تيار من التيارات السلفيه، تبع الدعوه ولا تبع الفكر؟ الحرين يعني من الاحرار السلفيين، كل واحد ليه طريقه منهج او طريقه تطبيق، كل واحد بيختلف فيها. والجميل ان ما بنسبغش على حد القدسيه. يعني فلان غلط حتى لو من عندي من جوه فصيلي انا بقول ان هو غلط، ودوت هتلاقيه في كل الكيانات السلفيه. وفي السمع والطاعه في الكيان، يعني في تركيب هرمي ليه وسمع وطاعه مثلا. انا عن نفسي ما دخلتش في الكيانات دي فما اعرفش، فانا بقول لحضرتك على اللي انا يعني معاصره، ان موضوع اللي هو قدسيه الحاكم او عدم الخروج على الحاكم، او الحاكم مالوش قدسيه. ده اولا. خروج على الحاكم ليه ضوابط. ان المفسده يعني ثوره 25 يناير قبل ما تتعمل، لو احنا عارفين ان كلنا ان 25 يناير هتلاقي كل التيار السلفي نازل من اول يوم. هو عنده يعني زي حاجه اسمها درء المفسده خير من جلب المنفعه، او ابدى من جلب المنفعه. ياما اعتصامات وياما مظاهرات وياما وفي الاخر بتلاقي يعني الدكتور ايمن نور لما خرج من السجن كان عدد كبير جدا انا شفته في ميدان التحرير، ولكن هي اراده ربانيه. 25 يناير زي ما بيقولوا ثوره صنعها الله سبحانه وتعالى. ده بين قوسين كده. انتوا بقى كمجموعه شباب ايه الاليات او ايه الخطوات او ايه الحاجه اللي انتوا بتحسوا؟ يعني احنا مثلا من كام يوم اول امبارح ملف الطائفيه هيتفتح تاني، مش عارفه رسوم يعني حكايه اللي هي عدم تهنئه المسيحيين عليه الصلاه والسلام. عدم تهنئه المسيحيين، ابتدى ملف الطائفيه يتفتح في مثل هذا التوقيت اللي احنا عايزين ننسى فيه ما حدث في العام الماضي في كنيسه القديسان. يعني التلاحم ما بين قوى الشعب، واحنا ابتدينا بنقول شعبين، احنا مش عايزين طبعا شعب واحد، مفيش حاجه اسمها عنصرين. دي انا ضد كلمه عنصريه الامه. احنا عنصر واحد. في منه مسلم ومنه مسيحي، بس احنا عنصر واحد مصري. واحنا اللي اخترعنا الهويه. يعني هي برضو ان احنا تغيير ان احنا ندور على هويه اسلاميه او هويتنا ايه او علمانيه. ده مصر هي اول اخترعت الهويه من 7000 سنه، واستقرينا في الاخر مصر دوله عربيه اسلاميه افريقيه. دي مصر اللي الناس كلها يعني احنا مش مستنيين حد النهارده يجي يقول لنا عرفنا هويتنا ايه. احنا المشكله الكبرى النهارده اللي عايزين نعرفها ولازم كلنا مجتمع الكفايه والعدل اللي اتكلم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي طبقه عمر بن الخطاب،
واللي مشي بعد كده اللي هو ده كان الفكر الاساسي، اللي هو حتى لما جه عمر يعني الامير الشعراء احمد شوقي وقال بيت الشعر الشهير الاشتراكيون انت امامهم، عايزين هذا الفكر كفايه والعدل. الناس اللي طلعت في 25 يناير طالعه بتقول غنتها ام كلثوم، بتقول العداله الاجتماعيه عشان كده ورفعت زي ما انت قلتي رفعت صوره جمال عبد الناصر. النهارده انا شايف اللي طالعين كلهم اعداء مشروع الاقتصادي بتاع جمال عبد الناصر. عايز اعرف هيطبقوا هذه العداله الاجتماعيه ازاي؟ هل هيطبقوها بالذكاء والاحسان؟ لا، احنا شعب ده اخر حاجه قال لك ربط العداله الاجتماعيه بالكرامه. فعايزين نعرف النهارده الشعب ده لما طلع صوره جمال عبد الناصر في وجدانه التجربه العداله الاجتماعيه اللي في جمال عبد الناصر اللي عملت اول تداول سلطه في مصر، ان النص في المية ولا 5% اللي بقى لهم هم اللي فيهم السلطه هو الحاكم، او لما جه بعد كده المستعمر والمستفيدين اللي حواليه، اول تبادل سلطه ان السلطه تطلع من الناس دي تروح للعمال والفلاحين وجموع الشعب في مصر، اول مره يزاولوا السلطه. النهارده بيحاولوا يقصوهم تاني، قال لك هيلغوا نسبه العمال والفلاحين. فاحنا النهارده بدل ما يصححوها، يعني هو النهارده اذا كانت النسبه حصل فيها تدليس وان الفلاح بنلاقي واحد ملوش علاقه بالفلاحين بقى فلاح، بدل ما يصلحوا هذا الموضوع قالوا هيقصوها، وده ليه كلام تاني يعني. فاحنا النهارده عايزين نعرف هذه العداله الاجتماعيه كيف ستحقق؟ كيف ستحقق العداله الاجتماعيه؟ يعني قبل ما نترك النقطه دي، يعني هل هناك مشروع اقتصادي للتيار السلفي ترى انه يعني ممكن يكون نتيجه، يعني يبتدي بقى ما نوقفش نقول الناس لابسه ايه وده بياكل ايه وده ماشي مع مين في الشارع؟ مش دي المظاهر اللي احنا عايزين نتكلم عليها، احنا عايزين مشروع اقتصادي اللي هم مش بيقولوا ده ماشي مع مين، بيقولوا دي ماشيه مع مين. هو قبل بس ما نغادر النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، قبل ما نغادر النقطة اتفضل. بوجه الشكر للكنيسة، محدش ليه دعوة مين ماشي. بوجه الشكر للكنيسة على الدعوة للقوى السياسية ودعوة مرشحين الرئاسة لحضور القداس. النقطة الثانية، احنا كشباب سلفي عملنا مبادرة اسمها السلفيون من أجل حراسة الكنائس. هتقولي لي طب سلفيون من أجل حراسة الكنائس، هو ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هقول لحضرتك طبعا عندنا أروع مثالين، العهدة العمرية اللي هو سيدنا عمر لما راح عشان يفتح بيت المقدس أمن النصارى هناك على كنائسهم ومقدساتهم وكل حاجة عندهم. والمثل الأروع لما أقيم قداس داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما استضاف نصارى نجران وإن الصحابة هم اللي حرسوهم. فدوت موجود عندنا في الدين، والتسامح والتعايش نفسه موجود عندنا في الدين. طب انتوا دلوقتي مع التاريخ المؤلم الأليم في الكنائس السابقة، لما هتروحوا عشان تحرسوا الكنائس هيفرقوا ازاي انك انت جاي تحرس ولا جاي تعتدي؟ هو احنا بنتواصل دلوقتي مع الجهات الامن، يعني. الجهات الامنيه هي المفروض مسؤوله عن التامين، واحنا بنشارك معاهم في التامين، وبنتواصل كمان مع قيادات الكنائس بحيث ان احنا تواجدنا ما يبقاش تواجد يعني مبادره فرديه، لا مبادره داخل مؤسسه الدوله بالتعاون مع الاخوه النصارى. نقطه ان في رسوم مسيئه، احنا ما بناخدش حد بذنب حد، اللي اخطا هو يتحاسب، والباقي ما ينفعش ان هو ناخد بظلم مثلا حد اخطا. فاحنا يعني كان في نبي من انبياء اوحي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اتقرص من نمله، فلما كان نايم فصحي فحس بتعب، فلقى ان النمله، راح قتل النمله وراح مولع في الجحر بتاع النمل كله. فنزل ليه عتاب من رب العزه ان يعني قرصتك نمله ولعت ليه في جحر النمل. النقطه الثانيه هيقولوا طب وانتوا بتحرسونا ليه؟ انتوا يعني مفكرين نفسكم ايه والكلام من ده. يعني انا مقدر هذه المشاعر، ولكن اولا ده واجب وطني، ثانيا احنا لسه ما كملناش سنه على حادث القديسين. الحاجه الثالثه طب ما هم حمونا كملنا خلاص، ولما كمان النهارده يعتبر الحاجه الاخيره ان هم حرسونا لما كنا بنصلي الجمعه وكنا بنصلي في الميدان. يعني ده المفروض تبادل ومشاعر وطنيه. اللي هو يعتبر خارج على الموقف دوت يعتبر متشدد شويه، يعني سواء من عندنا او من عندهم ان لا ما نحرسش، سواء من عندهم يقولوا هو انتوا يعني تعتبر جبايه، او يا اما من عندنا ان احنا ما ينفعش، احنا شركاء وطن واحد وعايزين ان شاء الله البلد دي تتقدم بينا يعني.
إن شاء الله يعني يكون عيد سعيد على إخواننا المسيحيين، وإن شاء الله ما نحتاجش إن يكون في المستقبل حراسة لأي حد، تبقى بلد الأمن والأمان. هنرجع بقى لموضوع العمال الفلاحين ومجلس الشعب القادم والبرلمان القادم. ما هي خريطة البرلمان القادم؟ ما هي التحالفات التي سنراها داخل هذا البرلمان؟ الكتلة الإسلامية حصلت على نسبة الأغلبية، لكن هل سيتم تحالف ما بين الإخوان المسلمين والسلفيين أم سيكون هناك تصادم؟ نظرية أخرى بتقول أن التحالف سيكون بين الليبراليين وبين السلفيين، أو بين الليبراليين وبين الحرية والعدالة. إيه خريطة البرلمان القادم، وكيف ستشرع القوانين داخل هذا البرلمان؟ طبعا ده هيطرح علينا موضوع اللجنة التأسيسية وكيفية تكوين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، يعني كلها أشياء متشابكة. فنقدر نسمع. تفضل يا دكتور جواجي وبعد كده. طبعا احنا عندنا دلوقتي في أغلبية واضح ان هي من تيارات توصف بأنها إسلامية. الأغلبية دي تتعدى 50%. إذا من حق هذه التيارات ان هي تتحكم في تشكيل الحكومة وفي تشكيل هيئات مكاتب مجلس الشعب، الرئيس والوكيلين والسكرتير في كل لجنة من اللجان، فضلا عن منصب رئيس مجلس الشعب. التقاليد انه الوكيلين واحد من عمال الفلاحين وواحد من الفئات. التقاليد ايضا انه واحد منهم من وجه بحري وواحد من الصعيد. التقاليد الجديد انه واحد منهم راجل وواحد ست. فانت لما هتيجي تعملي اللي هي الوكيلين دي هتوزني، اذا كان ده راجل وهو فئات يبقى الست هتبقى عمال وهتبقى من وجه بحري لو ده من الصعيد وكده. دي تقاليد يعني تقاليد عرفيه مش مكتوبه. لكن تيجي في اللجان، مجلس الشعب السابق حتى مطلع 2011 كان مصمم انه كل اللجان تبقى من الحزب الوطني. يا جماعه خدوا حد من حزب ثاني قال لا ناخد ليه؟ ما خدوش، رغم ان الحزب الوطني نفسه في مراحل سابقه في برلمان 87 و90 و95 قبل من هؤلاء الاحزاب اللي هي الكرتونيه زي ما بتوصف يعني رؤساء لجان في المجلس. يعني حضرتك ممكن تقول لي ان الاغلبيه اللي في المجلس ممكن تيجي تقرر انه اللجان تبقى كلها؟ ما انا جاي لحضرتك ازاي بيحصل ده؟ ان انت بتيجي في لجنه من اللجان مثلا، حتى لو الاغلبيه قررت ده، احنا كاعضاء مجلس، انا مش عضو مجلس، لكن لو انا عضو مجلس مثلا اتفقنا على ان احنا عايزين اللجنه دي، فبنركز ان احنا نبقى اغلبيه في اللجنه دي. فلو بقينا اغلبيه في اللجنه دي، الحزب الاغلبيه نفسه ما يقدرش يسيطر على اللجنه دي. يعني ده اللي هي على مستوى العمليات زي ما بيقولوا. لكن على مستوى التوجهات السياسيه عندنا مشكله كبيره جدا، ودي المشكله اللي هتاخد وقت طويل. ده اول انفجار هيحدث في مجلس الشعب القادم، وهو اختيار رؤساء ووكلاء وامناء السر في اللجان المختلفه. النهارده مطروح اسم المستشار الخضيري. لا اللي طرح حتى الان الخضيري والكتاتني وعصام العريان يعني كتير اسامي كتيره مطروحه. الحريه والعداله اعلن عن نيته في انه ما يكونش منهم، لكن يكون برضاهم. في افكار كتيره في الموضوع ده، لكن في النهايه يظل التقليد المصري انه رئيس مجلس الشعب منذ 78 وحتى الان هو بالتعبير العلمي فيجر قانوني، يعني هو شخصية قانونية كبيرة. شخصية قانونية. من 78. قبل كده كان في واحد أحسن من كل القانونيين اللي جم بعد كده، وهو سيد مرعي من 74 ل 78. لكن إلى أن تصل إلى هذا المستوى من برلماني محنك، لأنه دخل البرلمان في 44 وظل موجود لغاية ما بقى رئيس البرلمان بعد 30 سنة من دخوله في أول مرة. فعندك علامة استفهام كبيرة. لكن من 78 حتى الآن هو قانوني. هل نستطيع أن احنا نكسر دي ولا ما نستطيعش؟ دي التحديات بقى. هنا هتبان الثوره، يعني في تشكيل اللجان واختيار الرئيس والوكلاء. دي هتبان بقى هل احنا في ثوره ولا احنا تقليديين. وعلى حسب بقى هيبقى الثوار في البرلمان ولا سايبينهم في الميدان. وهو هي دي ودي اللي عشان كده انا كنت بقول من الاول انه لازم 50% ناخد نسبه 50% للشباب. شباب الثوره من الاول نشترط على القوائم. مفيش عدد يكفي 50%. لا موجودين ما احنا كنا من الاول. من الاول بيقول من الاول واحنا بنهندس. يعني انت دلوقتي كانوا حطوا الكلام ده، لكن انا عايز احكي لحضرتك. انت دلوقتي عايزه تعملي شقه فيها فخامه. فهتقولي للراجل اللي هو ال 200 متر اللي عنده ولا ال 100 متر اللي عنده اعمل لي اوضه كبيره ماستر بدروم.
لكن لما يجي يقول لك انا هعمل كل الاوض 3 في 3 خلاص ما عادش الشقه تنفع، فالهندسه مش هتنفع. وهو طلع العواميد على كده هتكسر عمود هتوقع العماره كلها. فالهندسه لازم من الاول كانت تعمل حساب ان الشباب، يعني ان انا بدي للشباب انسبيريشن براح عشان يتنفس فيه. فاحنا ما عملناش ده، ما عملناش فرصه ان يبقى فيها ماستر بيدروم من الاول، لان انت ما هديتش العماره ما هديتش يا فندم. يا دكتور العماره ما تهددش، العماره ما تهددش. العماره يوم ما تتهد اقول لك الثوره مستمره في اتجاه بقى التعمير والبناء والاصلاح والتنميه والكلام، لكن انت ما هديتش العماره. هي 3 في 3 وهي ما فيهاش ماستر بيدروم لينا، لكن فيها ماستر بيدروم ليهم وما زال الماستر بيدروم موجود. احنا النهارده بنتكلم على واقع لازم نفهمه، ان فعلا الثوره مستمره لان النظام لم يسقط بعد. انا بشيل المحافظ من الدقهليه واديه المنوفيه، واجيب بتاع المنوفيه واديه الشرق، واجيب بتاع مش عارف. هو ده معناه ان الثوره تمت. الشباب زي ما حضرتك قلت كان لازم على الاقل، مش هقول لك 50 يا سيدي، اديله 30% لازم يبقى موجود. لو انت مش عايزه يطلع في الميدان ويصرخ في الميدان، لازم صوته يطلع في البرلمان، وبالذات ان الدستور ده معمول له هو. بس ما هو يعني هو اللي لازم يحطه. يعني كان في مأساة بالنسبه للشباب في هذه الانتخابات. نمره واحد ما عندهمش الامكانيات، لان احزاب محترمه ما خدوهمش ما عندهمش امكانيات. نمره اثنين حصل برضو يعني تجاوزات، يعني احنا ما بنقولش حصل تزوير، لكن حصل تزييف لهذه الانتخابات. يعني دي في تجاوزات. احقاق الحق نقوله بقى. أي. الفريق سمع عننا لما اجتمع بالقوى الوطنيه وشرحوا له انه ما احناش هنقدر نجيب ناس للبرلمان الا غيروا حتى بعد ما المجلس العسكري كان عامل النص والنص، عمل 2 وتلت. يعني اذا كان فيه تفهم لفكره انه القوائم دي عشان تمكن الشباب. كنت انا اقدر الاقي نادر بكار بدل ما عبد المنعم الشحات يسقط. يعني لو انا كنت دخلت راهنت على نادر بكار كان الحصان الاسود كسب، بدل ما راهنت على عبد المنعم الشحات اللي خسر وحصلت المشاكل اللي حصلت دي. لو انا راهنت على خالد هيكسب. لكن الهندسه غلط. لو انا جيت برضو حتى في احزاب الحريه والعداله واديت الفرصه للشباب، خلاص ما بقاش الشباب الاخوان دول معاهم الماضي. دقيقه واحده، معاهم الماضي المثقل انه الصوره النقيضه للنظام السابق. ما هو انت الصوره النقيضه اللي عارفه حضرتك زمان لما كنا نقول في التصوير، هواة التصوير، هات العفريته. يعني فانت دلوقتي بتعمل النظام السابق بتوجده بعفريتته. يعني بتجيب العفريته بتاع النظام السابق وتقومي من ما انا هقولها بس التعبير كويس، بتجيب العفريته بتاع النظام السابق وترسمي منها صوره النظام فيطلع لك هو النظام القديم. والعفريته كانت ايه؟ كانت حزب وطني واخوان. دلوقتي بقت ايه؟ اخوان وحزب وطني. لا، الحزب الوطني الحقيقه الشعب ربنا يفتح عليه، يعني اكرمنا اخر كرم وازمه الشعب فعلا، حطه في مزبله التاريخ. واعي، وكان حقه ربنا ادى للشعب. عارف انت لو القانون طلع كنا احنا اللي جبنا له حقه، لكن كده الشعب جاب حقه بايده. الحقيقه انا بحسها في الدوائر. لذلك انا بصمم على ان الشعب اذكى من النخبه. انا اتعلمت ان انا اسمعك. ايوه. فانت والنبي خليك معايا بقى، عشان انا عاجبني الكلام بتاع سيادتك. اتفضل. دلوقتي فعلا يا دكتوره الشباب ده اللي موجود، اللي الدكتور كان بيقول لازم يبقى 50%، واللي عبد الحكيم عبد الناصر بيقول كان لازم الشباب يحكم، والشباب اللي قاعد زي الورد اللي قدامك دكاتره جامعه وشباب بتقول اللي زي خالد. خالد حبيبي، خلي بالك احنا عشره ميدان يعني، وعشره قول كده عشره محترمه ما شاء يعني. الله والله. واخد بالك، وخلي بالك ده من الثوار يعني، من السلفيين الثوار اللي ما بيرضوا، اللي هي مصر نمره 1 بالنسبه له. يعني يعني خلي بالك في مجموعه جميله جدا. الناس دي عملت ايه؟ ما نزلوش الميدان، شبابهم اللي نزل فجر الثوره، ربنا اختار شبابهم ونصر الثوره على ايده، ولا حزب ولا طيار. جت الانتخابات قالوا لهم تعالوا بقى كده يا شباب، يلا بقى اللي معاه فلوس يجي، اللي يجي لي بقى من السعوديه واللي يجي لي من الكويت، وخلي بالك وامثلهم موجوده، يجوا عشان يصرفوا ويحطوا ونعمل حمله. والشباب ايه؟ هنبقى نشوفكم في المحليات يا شباب. هو في ايه؟ لا، انا بعمل دستور للشباب،
بعمل مستقبل للشباب. يعني انت زي ما تكوني بتجوزي بنتك ما تسيبيها هي تختار لون فرشها وشكل شقتها، هي ذوقها غير ذوقك، هي رؤيتها غير رؤيتك. انا لما اقعد واحد النهارده عنده 80 سنه، واهم من ده كله ان المستقبل القادم، انا كنت لسه بقول لخالد قبل ما نبتدي ان هم اللي معاهم المستقبل مش احنا، مش العواجيز. بالظبط. يعني انه لازم نديلهم الفرصه من دلوقتي عشان نسلمهم البلد. يعني هم اللي هيستمروا غصب عن عيننا. ثقافه التقاعد مش موجوده زي ما عبد الحكيم بيقول. التقاعد دي غير موجوده، مش موجوده، لازم تفعل. احنا عندنا مشكله في مصر، في صراع بين جيلين. في جيل المفروض ده يبقى في 3 حاجات، يعني اما بجوار ربه او اما في بركه، يا اما بيلعب مع احفاده يعني. لا ممكن يشارك في المشهد السياسي، لا ممكن يشارك في المشهد السياسي بس ما يستوليش على كل السلطه. واحنا في جيل في النص كده قاعد، يعني مش معقوله يعني. يا دكتوره انا عايز يعني النهارده معلش، يعني حتى احنا النهارده، يعني انا النهارده مثلا انا عندي 57 سنه، مش هفكر في المستقبل وزي ما كان لما كان عندي 37 سنه. صحيح. كلنا كده يعني. لا وفاهم آليات المجتمع. طب انا هرجع بقى للنقطه دي، ما دام قلنا احنا النهارده يعني التركيبه الاجتماعيه اختلفت، نسبه وجود الشباب 65% من المجتمع شباب، 65%، يعني ده رقم رهيب. اللي هم ما بين 13 سنه و35 سنه. فالحقيقه لازم نديهم موافقات. بس لما نيجي في مجلس الشعب النهارده في قضاة وقانونيين بيطالبوا بتغيير معايير المرشح، وبيقولوا المرشح لازم يخش يكون عنده يعني كفاءة تعليمية محددة ومؤهل عالي، وبيرفضوا فكره ان حد يعني في رفض لفكره العمال والفلاحين على اساس ان العمال، انا جايه لحضرتك، ان بعض الاخوه من فئه من هذه الفئه في القرى والنجوع لم يحصلوا على التعليم العالي الكافي. هنا بيبقى فيه عمليه انت بتحجر على جزء من المجتمع اللي هو بيمثل نسبه كبيره منه انه يمثل في مجلس الشعب. وفي وجهه نظر اخرى بتقول لك بس هو اذا كان لم يحصل على مؤهل عالي ازاي هيقعد في لجنه الصحه ولا لجنه التشريع ولا لجنه، وخصوصا من الناس اللي فازوا يعني سعاده النائب ان شاء الله نبارك لك قريبا باذن الله، حظ سعيد. في ناس كتير ابتدوا يدخلوا في لجنه التشريع، لجنه التشريع كله عايز يخش لجنه التشريع. طب انت لو من نسبه العمال والفلاحين هيخش في لجنه التشريع ازاي؟ هو ما عندوش الخلفيه القانونيه. لا ما في مشكله تانية. ليه النهارده حطوا الفلاح في اطار الفلاح اللي هو يعني الغلبان اللي كان مقهور بقاله آلاف السنين؟ ما الفلاح اختلف. الفلاح ده النهارده ابنه دخل الجامعه ودخل كليه الزراعه وراح امريكا ويمكن خد دكتوراه من جامعات اريزونا ورجع وبيعمل في الزراعه، بيمارس مهنه هذه المهنه، سواء بيمارس هذه المهنه سواء كمالك ارض، في مؤسسه زراعيه، كشيء يعني. دي ليه احنا حاطين مصورين ان الفلاح ده اللي يعني الفلاح الغلبان اللي ايديه مشققه ورجله مشقق وكان قاعد مقهور آلاف السنين قبل كده؟ مش ده الفلاح. وفي نفس الوقت العامل، انا بعتبر يعني حتى انا فاكر جمال عبد الناصر قالها مره في خطابه ان العامل بيعتبر هو من اول رئيس الجمهوريه لغايه اقل واحد ده هو العامل، عامل بيقبض 100 ده عامل في الدوله. فليه احنا حاطينها في القالب الكئيب ده؟ انا ممكن اقول بس نقطه بس اديني والنبي يعني دقيقتين عشان اكمل. اتفضل. بالنسبه للعمال والفلاحين، مصر هي عباره عن عمال وفلاحين، مش من النهارده، من 7000 سنه كده. يا عمال بيبنوا وبيشيدوا، معابد بيشيدوا، علم بيشيدوا، يا فلاحين بيزرعوا. فهي دي مصر، عمال وفلاحين. واللي نزل صوت عمال وفلاحين. النهارده لما نقول ان البرلمان لازم يكون فيه اعلى مستوى علمي وفكري لمصر، أنا مؤيد لهذا الكلام. لازم برلماننا يبقى فيه أعلى مستوى علمي وفكري في مصر. أنا بقول بقى النهاردة لما جينا حطينا في 52 العمال والفلاحين، لأن كان خارج من رحلة قهر العمال والفلاحين، فعلا ما كانوش واخدين حقوقهم آلاف السنين لأنه كان بيشتغل وبيع. فأنا جيت اديته بعد 50-60 سنة التطور اللي حصل ما بين العامل والفلاح، ان اولاد فعلا العامل بقوا زويل والفلاح بقوا الباز وبقى غنيم، دكتور محمد غنيم، بقى في عندي علم وعلماء موجودين، بقى الدكتور، بقى ابوي، بقى في عندي فلاح لديه ابنائه
خيره الولاد اتعلموا، لانه جنب ان اداله ارض اداله تعليم واداله صحه، فمشي ووصل لمرحله ان فعلا ممكن اجد من جوه دار الفلاح الدكتور، الوزير، العالم، المشرع. دي نقطه. نقول طب احنا هنشيلها، طب الناس دي هنعمل ايه؟ اقول لك لا، احنا مجموعه من المصريين المحبين واللي فاهمين. النهارده فعلا احنا بنشكل وبنكتب حزب جديد هينزل ان شاء الرحمن بملايين من عضوياته، وهو حزب العمال وفلاحين مصر. حزب عمال وفلاحين مصر، انجلترا فيها حزب العمال. طبعا. حزب عمال وفلاحين مصر. هذا الحزب مبني واساسه على العلم والعدل. لان العلم ياتي بالعدل والجهل ياتي بالظلم. كان ابويا الله يرحمه استاذ تاريخه كان يقول لنا، اقول انا مش فاهمها، يعني ايه العلم ياتي بالعدل والعدل ياتي بالظلم؟ قال لك العلم في كل المجالات لازم يوصلك للعدل، لانه في سنس، في منطق. العلم منطق، والمنطق يوصلك اخر الطريق للعدل، والعدل هو الله. فبالتالي انت بتمشي في سكه، والظلم يوصلك الى. احنا مبنيين على ايه؟ مبنيين ان يبقى عمال وفلاحين حقوقهم لازم يبقى ليهم شراكه في الشركه. انت شايفه امريكا النهارده الناس بتجري في الشوارع وقاعدين في وول ستريت، في شارع وول ستريت، وبيقول لك النظام الراسمالي سقط. ما ينفعش ان 90% ولا 95% من المال مع 5% من الناس، و5% من المال مع 95% من الناس. فالعالم النهارده بيدور على نظريه جديده، راسماليه اشتراكيه، حاجه ما بين هذا وذاك. احنا في هذا الحزب لدينا رؤيتنا مبنيه على ايه؟ انا مش بقول لك هخش امن منك واخد، بس انا بقول لك هديك شعار ابن مصر البار. لو دخلتي كراس مالي عمال وفلاحين، مرحب بيك، اتفضل يا سيدي، اتفضل انت عضو. الراسماليه بقى الوطنيه، ودي نقطه مهمه ولابس لها البدله. انا كنت هسالك في الجلابيه، انت ضحكت علينا. لا 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 لا، لكل قائم مقام. انا بكلم بقى اصحابي وحبايبي الراسماليه الوطنيه، وانا عارف ان هم كتير. مش مظبوط ان كل الناس اللي عندها فلوس وحشه ولا كل طبعا في عندي طبعا، بس عندك اصحاب راسماليه بس. طبعا لا، عندي كده وعندي كده، وانا وعندي وطنيه بس، وعندي وطنيه محترمه. ولكن انا بقول في راسماليه وطنيه، وانا ادعوهم لدخول حزب العمال والفلاحين، بس بشرط. ايه الشرط؟ ان انت تاخد شعار ولقب ابن مصر البار. ازاي؟ تحط 30% من ارباحك سنويا مشاركه صح. مع الشعب باختيارك. بس لو انت بتنتج الكوبايه دي، احنا الشعب هنشتريها برضو. دي حاجه اسمها في علم الاقتصاد العالمي ليبلينج، وبتستخدم في التسويق. انت بتعملي ساعات 50% خصم عشان تبيع. انا بقول له اديني 30% من راس مالك وهتبقى شريك الشعب، ولو بقيت شريك الشعب هيشتريك من الارباح. بعد خصم الضرائب من الارباح. يعني انت لو عندك 20%، انا هقول لك بنيت على ايه؟ ايوه. لو عندك 20 انا هزود عليهم 13 و3. طب انا بس عايزه اقول لك في جماعات دينيه بتدفع جزء من ارباحها. لا انا هقول لك بقى هم بيعملوا ايه. هم دي الجماعه وبتصرف بيها على كل الناس. بياخدوا 10%، 2.5 زكاه، 2.5 فلسطين، و5 للجماعه عشان تمشي نفسها وتكبر وتعمل. حقه. انا بتكلم على راسماليه وطنيه. بس برضه من الفلوس دي مش بيصرفوا فيها على الانتخابات. انا مالناش دخل بالانتخابات. انا ليا دخل بحاجه ثانيه خالص. انا بسال، انا مش عارف. ليا دخل لما بقول ثوره مستمره، لازم افهم ان مفيش ثوره الغني غني والفقير فقير، واللي يفهم كده يبقى واهم. يبقى احنا منتظرين حاجه اقوى هتيجي، لان ده لازم يتظبط. العداله الاجتماعيه جايه. دي نمره واحد. لما نقول ان انا في مجتمع وقامت فيه ثوره وعايز اطلع بفكر جديد يجيب العداله الاجتماعيه، لازم اقول للغني ما يحمي القصب غير القصب يا غني. اديني. انت كنت بتدي مبارك 30% عشان يامنك وعياله، عشان يامنوك في البلد، عشان ياخد الشعب اكتر. شارك الشعب بقى لديه السلطه والقوه النهارده. شاركوا وخد شعار ابن مصر البار. ولما تيجي المطار ان شاء الله لما نحكم هتلاقي شباك كده اسمه ابن مصر البار. ما توقفش في الطابور ده، انت حبيب الشعب وشريك الشعب. لما تبقى راكب عربيتك هلاقي رقمك، اقول ربنا يزيدك يا باشا، والمرسيدس تبقى رولز رويز، ما انت شريك الشعب. لما تيجي على بيتك وتحطها، لما عيالك وتموت ويمشوا يقول لك انا ابن مصر البار فلان الفلاني، يبقى انا شاركت الشعب. انا بقول الراسماليه الوطنيه مرحب بيكي، ومفيش ثوره ومفيش مشروع قومي.
انسي. بقى لازم بقى ثوره يبقى في مشروع قومي. ابن مصر البار بدام رأسمالية وطنية وبيعمل فلوسه من هذه الدولة وبيغتني غنى فوق نسبة مثلا 10 مليون 20 30 مليون يدفع 30% ضرائب من غير بقى وفلوسه ما تطلعش بره بقى تعاد استثمارها أيوة. في البلد. اسرائيل دولة الجوار. انا بسمع دايما الدكتور محمد غنيم الرجل العظيم الجميل البديع كنز مصر اللي ماشي الساعة 1 بالليل في عز التلج في وسط المنصورة يوزع لشباب الثورة المستمرة الورق حاجة والله العظيم بنمشي نبكي والله. عدو الجوار يعني لما عدو الجوار ديت او المصيبة اللي جابتها لنا اوروبا وامريكا على حدودنا، الناس دي لما بتكسب فلوس رئيس جمهورية عايز روازرمان اللي هو كان قائد الضربة الجوية في 67 لما عرفوا ان مراته عندها حساب في امريكا ب 14,000 دولار مشوه، لان ممنوع ان انت تبقى ليك حسابات بره. مش مصر كلها ليها حسابات بره، لا فلوسي اللي بتكسبها من مصر عيد استثمارها في مصر. ده عندنا. طب استنى بقى هنيجي نمرة 3 بس بالمناسبة بيقول لك عزرا وايزمان مراته كان عندها 14,000 دولار. احنا في حد يعني أسرة عندها 354 مليون دولار في سويسرا فجأة يعني دول 2.5 مليار واعترفوا بيهم وقالوا لك ما كسبناهمش اشتغلنا بيها بره مش جوه مصر. هنرجع لكم بعد الفاصل. حاجة تفرس.